السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الخبر العاجل. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو يظهر شخصين وهما يقودان دراجة نارية بطريقة استعراضية وخطيرة بأحد شوارع مدينة فاس، في مشهد أثار موجة واسعة من الجدل والاستياء بين المواطنين، خاصة بعدما ظهر أحدهما وهو يحمل سلاحا أبيض بشكل علني، ما اعتبره كثيرون تهديدا مباشرا لسلامة مستعملي الطريق والمرة. ووفق المعطيات المتداولة، فقد أقدم المعنيان بالأمر على القيام بحركات استعراضية بواسطة الدراجة النارية وسط الشارع العام دون احترام لقواعد السلامة الطرقية، الأمر الذي خلق حالة من الخطر والفوضى، خصوصا مع وجود مستعملي الطريق في المكان. كما أن ظهور السلاح الأبيض في الفيديو زاد من خطورة المشهد، وطرح عدة تساؤلات حول مثل هذه التصرفات التي قد تعرض حياة الآخرين للخطر. هذا الفيديو الذي انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي استنفر المصالح الأمنية، حيث باشرت عناصر الشرطة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بولاية أمن فاس أبحاثها وتحرياتها لتحديد هوية المعنيين بالأمر، وقد مكنت هذه التحريات من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما في وقت وجيز، كما تم حجز الدراجة النارية التي استعملت في هذه الأفعال وإيداعها بالمحجز البلدي في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها. وتم إخضاع الموقوفين للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليهما، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية. وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل التصدي لمثل هذه السلوكيات الخطيرة التي تهدد أمن المواطنين وسلامتهم، خصوصا تلك المرتبطة بالسياقة الاستعراضية وحيازة السلاح الأبيض في الفضاءات العامة. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في أمان.